السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي قناة دوماجيك اوف ناتور. اليوم عندنا موضوع جديد، موضوع كيتمحور حول أهم الأنهار الدائمة الجريان بالمغرب، وهو نهر سبو. اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا النهر، المصب ديالو، المنبع ديالو أولا، المسار ديالو، ثم المصب، وأهم المشاكل البيئية اللي كيعرفها هذا النهر. نهر سبو هو من أهم الأنهار الدائمة الجريان بالمغرب. كيبلغ الطول ديالو 485 كيلومتر، ومتوسط الصبيب ديال هذا النهر كيتجاوز 160 متر مكعب في الثانية. المنبع ديال هذا النهر من بلدية المنزل، قبيلة بني زغا، وسط جبال أطلس المتوسط. من أهم روافد نهر سبو هناك واد ورغة، واد بهت، واد المهراز، وواد فاس، وواد بوفكران، ونهر إناون. نهر سبو اللي كينبع من الأطلس المتوسط كيتوقف المسار ديالو عند مدينة القنيطرة، وبالضبط جماعة المهدية، وكيصب في المحيط الأطلنطي. من بعد ما عرفنا بهذا النهر وعرفنا المنبع ديالو وعرفنا المصب ديالو، الآن غادي نشوفوا أهم المشاكل البيئية اللي كيواجهها هذا النهر. من المشكل الأول هو مشكل التلوث. هناك جوج المصادر ديال التلوث ديال هذا النهر اللي هو نهر سابو. هناك مطارح النفايات، وهناك التلوث الصناعي. نهر سبو تحول من مصدر لمياه الشرب للعديد من المدن المغربية إلى مصدر للتلوث، وكتوصل كمية النفايات الملوثة السامة اللي كتلاح في هذا الواد هذا بشكل عشوائي كتوصل تقريبا ل 800 ألف طن يوميا. هاد النفايات هذه كتكون من مواد عضوية ومن مواد كيماوية ونفايات منزلية ومخلفات طبية وصناعية، إضافة إلى مجموعة من النفايات الملوثة الأخرى السامة. والمصدر الثاني ديال التلوث هو التلوث الصناعي. إذا هذا التلوث الصناعي الناجم عن مقذوفات معاصر الزيتون والمضابيغ، هاد المصادر هذه اللي كتعطينا أو اللي كتلوح في النهر مادة أو مواد سامة، من أهمها مادة الكروم ومادة النيكل. إذن هاد المواد هذه باستطاعة ديالها أنها تقتل الكائنات الحية وأنها تسبب في مجموعة ديال الأمراض. هاد الجدول اللي قدمنا كيبين لنا أهم العناصر الملوثة لنهر سبو. من أهمها هناك الرصاص، الزئبق، الكادميوم والكروم والألمنيوم، إضافة إلى المبيدات الحشرية، واللي كتخلي مخلفات خطيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية بصفة عامة. بالإضافة لهذا أن النهر كيعرف واحد الظاهرة سميتها ظاهرة الاختمار. هذه الظاهرة هذه اللي كتأثر على جودة المياه وانعدام الأكسجين في الأعماق ديالو، وبالتالي انقراض مجموعة من الكائنات الحية، من أهمها سمك الشابل اللي كانت معروفة به المنطقة ديال قنيطرة ومنطقة ديال مصب نهر سبو. من بعد ما سردنا أهم المشاكل اللي كيعرفها نهر سبو من المنبع للمصب، غادي نحاولوا نطرحوا أهم الحلول اللي البعض منها طبق على أرض الواقع، والآخر مازال قيد الدراسة، والبعض الآخر كيصعب التنزيل ديالو لاعتبارات اقتصادية وتقنية بالدرجة الأولى. المشروع الأول هو التركيز المكثف لمادة الكروم السامة عن طريق إقامة محطة جماعية للمعالجة باستعمال مواد كيماوية، والهدف من هذه المحطة هو معالجة نفايات المضابغ، يعني مضابغ الجلد الموجودة بمدينة فاس، وهذه المضابغ اللي كتعتبر أهم مصدر ملوث للنهر.
ثم المشروع الثاني هو محطة تصفية المياه العادمة لمدينة فاس، اللي غتقلص من التلوث الصادر عن هذه المدينة بنسبة كتفوق 85%، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من الطحالب والنباتات المعروفة بتصفية المياه. يعني هذه غادي تكون واحد التصفية طبيعية لمياه نهر سبو. بالرغم من المشاكل البيئية اللي كيعرفها نهر سبو من المنبع إلى المصب، هادشي ما منعش من إقامة مشاريع سياحية وترفيهية خاصة كالمقاهي والمطاعم وملاعب القرب وفضاء الترفيه، لأنه صراحة هذا النهر هو المتنفس الطبيعي الوحيد بالمدينة والقريب من الساكنة، عكس شاطئ مهدية ومحمية سيدي بوغابة اللي كيخص باش توصل لهم وسيلة مواصلات معينة. عملية تهيئة واستغلال ضفاف نهر سبو مازال متأخرة، وحتى الكورنيش صراحة الحالة ديالو متردية ومزرية بسبب التخريب المستمر اللي كيتعرض ليه هذا الفضاء للأسف، وغياب حراسة مستمرة لهذا الفضاء الطبيعي. المصب ديال نهر سبو اللي جا في واحد الموقع استراتيجي في وسط مدينة القنيطرة مازال خاصو التهيئة وإعادة التهيئة. لأن التهيئة هذه خاصها تكون تهيئة سياحية وصناعية مستدامة باش نستغلو هذا الفضاء الطبيعي بدون ما نآديوه وبدون ما نسببوا ليه في أخطار، وباش يكون طبعا هذا الفضاء عند تطلعات الساكنة المحلية، وبالتالي تعم الفائدة على المدينة ككل. الفيديو ديالنا حد هنا، وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو جديد. دمتم سالمين.